السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض صينية قرع عسلي، هنعملها بالبشاميل اللي بجد طعمه حلو جدا، وازاي يطلع معاك القطع متماسكة بالشكل ده. وكمان هقولك على السر اللي يخلي البشاميل بتاعك طعمه يبقى حلو جدا. بس اتمنى قبل ما نبتدي تشتركوا في القناة، تضغطوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفة انزلها. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف عملناه ازاي النهاردة. مبدئيا كده الفيديو هنا كان قديم عندي، كان في الشتاء، بس هو دلوقتي القرع العسل متوفر دلوقتي على طول عند الفكهانية. تمام. بجيب القرعية بتاعتي، انا طبعا غسلاها، بس هو الشكل بتاعها من بره هي عاملة زي تكون مجيرة بالشكل ده. هبدأ ان انا اقطعها واوريك طريقة تقطيع، علشان هو برضو بيبقى متعب في التقطيع بتاعه، احيانا بيعور. فتقطعيه ازاي علشان تضمني ان انتي ما تتعوريش، وكمان يتقطع معاكي بكل سهولة. قسمتها كده نصين، وهبدأ اشيل اللب بتاعها اللي بيكون في القلب كده، وكمان بيكون حاجات كده عاملة زي الفتل او اللي بيكون في القلب بتاعه بقى. تمام. هنلم بقى كل الليلة اللي بتبقى جوه كده بالشكل ده، وبعدين هنبدأ ان احنا نقطعها، وهنقطعها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وده كده اللب هنركنه كده على جنب، هنقول لكم هنحتاجه في ايه كمان شوية. تمام. بيطلع فيه كمية حلوة كده. بقى ركننا اللب بتاعنا على جنب، بجيبه بقى كده بقطعها شرايح رفيعة علشان ان اقدر اقشرها، علشان لو حاولت ان انت تقطعي قطع سميكة وتيجي تقشريها مش هتتقشر معاكي بكل سهولة. فبنبدأ ان احنا نقطعها بقى شرايح. وطبعا لو انت لقيتي يعني هي حجمها طويل بالشكل ده، طبعا بتبقى منفوخة على الفاضي يعني، فبيبقى القلب بتاعها فاضي زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ان انا اقطعها طرنشات او شرايح بالشكل كده، تكون رفيعة علشان اقدر اتحكم فيها وانا بقطعها بالسكينة. بشيل طبعا بقى الحتت اللي هي بتبقى عاملة زي الفتل دي، وببدأ ان انا اقشرها بالشكل ده. بتتقشر معاكي بكل سهولة وما بتعوركيش ولا اي حاجة، عشان في ناس كتير بتستصعب ان هي تقشر القرع العسلي. بقشره بقى بالشكل ده، وما بياخدش معانا وقت خالص. ممكن بقى كمان بعد ما قشرناه كده وتقطعيه تشيليه في اكياس وتحفظيه في الفريزر لو انت حابة تخزنيه. وكمان لو حابة تخزنيها يعني عشان تضمني كمان ان هو ما يشربش منك مية في الفريزر، لو عندك مساحة تشيليها كده زي ما هي في التلاجة. القرعية سليمة على بعضيها، وكمان بيرقد فترات طويلة برا التلاجة من غير ما يجراله اي حاجة. بس هو طبعا بيخس مع الوقت لو سيبناه فترة طويلة برا. ببدأ ان انا اقطعه بقى مكعبات بالشكل ده. انا طبعا هنا هستخدم القرعاية كلها، احنا هنا بحب اعمل بقى الصينية الكبيرة ترقد بقى براحتها، ناكل منها براحتنا. تمام. هنحط هنا بقى السكر حسب الرغبة. هحط هنا كوبايتين سكر. هتحطي طبعا السكر على ما تحسي ان الطعم مظبوط معاك. وهحط هنا كوباية مية بس علشان هو بينزل مية. انا هحط الكوباية دي بس علشان السكر ما يعملش شياط في ارضية الحل. هرفعه بقى كده على النار وهسيبه بقى لحد لما يستوي، وهينزل كل المية اللي بتكون موجودة فيه، وهياخد وقت سوا حسب الكمية اللي انت حطاها. انا هنا اخد حوالي من ربع لتلت ساعة لحد لما استوى معانا واصبح بقى بالشكل ده. طبعا هو هنا استوى بس القطع لسه ماسكة نفسها. ممكن لو انت هتعمليه مهلبية هتسيبيه لحد لما يستوي خالص ويتهري خالص، وبعدين تهريه بالمعلقة او بالشوكة وتبدأي ان انت تاكليه كمهلبية. في ناس برضو بتحب تضيف ليه لبن، بنسيبه لحد لما يستوي خالص ويتهرس، ونضيف ليه اللبن وننشله بحبة نشا بسيطة، وتطحنيه بالهاند بلندر او في الخلاط وبياكلوه برضو كمهلبية. احنا النهاردة هنعمله بالبشاميل. هحط 6 معالق كبار زبدة، وهستنى لحد لما يسيحوا. هحط عليهم 6 معالق كبار دقيق، وهقلب الدقيق لحد لما يطلع ريحة حلوة كده، احس ان الدقيق استوى يعني. وبعدين هضيف ليه نص كيلو لبن وفانيليا، وهكمل الباقي بمية قرع العسل. مية قرع العسل هي اللي تديكي طعم حلو جدا للبشاميل بتاعنا النهاردة. كل اللي انا عملته، بعتذر بقى التليفون بتاعي بيفوت شوية، فعملت سيحت الزبدة وحطيت الدقيق، حطيت نص كيلو لبن، وكملت بالباقي بمية قرع العسل، وحطيت حبة سكر بسيطة كمان لحد الطعم ما ظبط معايا، وحطيت فانيليا. وسبت البشاميل لحد لما القوام بتاعي لا هو تقيل خالص ولا هو خفيف، بيكون وسط. وبعدين جبت الصينية وحطيت في أرضية الصينية طبقة من البشاميل، وحطيت طبقة من القرع العسلي، وفي النص حطيت طبقة من المكسرات، وحطيت في رصة قرع عسلي من فوق، ومن فوقيها طبقة بشاميل، ودخلتها في الفرن في الرف اللي في النص
قعدت حوالي 10 دقايق لحد لما اخدت لون بالشكل ده. وبعدين لما خرجتها من الفرن سبتها على الرخامة لحد لما تبرد، وبعدين دخلتها التلاجة وسبتها لحد بالليل. يعني انا كنت عاملاها الصبح، سبتها بقى لحد بالليل، تضمني كده ان القطع تطلع معاكي متماسكة، وكمان لما بيكون ساقع بيكون طعمه حلو جدا. فان شاء الله نستنى عليه لما يبرد وندخله التلاجة لحد لما يسقع، وان شاء الله تجربوه. دي كده كل الخطوات والله اللي انا عملتها فيه النهارده، ما غيرتش عليكم اي حاجة. بس بعتذر، هو التليفون اللي بيعلق معانا شوية. انا الفيديو ده كنت عاملاه في الشتاء، فكنت مكسلة ان انا انزله لكم علشان عيب التصوير اللي فيه. فان شاء الله هتتعدل وان شاء الله تتحسن. وده كده بوريك ان القطع متماسكة اهي. ودي كده الحشوة في النص زبيب وجوز هند فول سوداني، زي ما انت حابة بقى ايه مكسرات تحطي براحتك. بس بوريك ان القطع ما شاء الله متماسكة، وان احنا نحطها في التلاجة بعد ما تبرد على الرخامة، ده بيخليها لك ان هي تتقطع وتطلع معاكي قطع سليمة، فما تستعجليش وتقطعيها على طول. وده كده كان صينية قرع العسل. بجد لما تعملوا ضيفوا نص الكمية لبن والباقي مية بتاعت القرع، بجد بيديكي طعم حلو جدا، بخلاف ان انتي تحطي لبن بس. مية القرع نفسها طعمها حلو جدا، هي اللي بتحليلك البشاميل بتاعك مع حبة فانيليا كمان. شايفين القطع بتاعتنا ما شاء الله متماسكة، ولحد السوا بتاعه نخليه ان هو يكون مستوي بس القطع متماسكة، علشان تضمني برضو ان القطع بتاعتك تطلع متماسكة زي اللي قدامك دول. بقى بقيت حبة البشاميل اللي فاضت رجعتها على النار، غلت تاني حبة بسيطة بس على اساس ان هي تتقل، لان القوام اللي انا كنت حطاه كان خفيف. فبعدين سبتها بقى في التلاجة بردت. ما شاء الله بجد طعمها حلو جدا وطعمة جدا. وكمان لو عندك طفل بيرضع ولسه مبتدي بقى في الاكل، لو عملتي له حبة البشاميل دول كمهلبية بجد يبقى طعمه حلو جدا ومغذي، واحسن كمان من السيريلاك. وده كده اللب اللي احنا كنا راكنينه من القرعايه. لو انت اللب لقيتيه ان هو مليان فخساره ان انت ترميه، فحبيت بقى ان انا استرجع ذكريات زمان كنا بنغسله وننشره بقى في البلكونه في الصينيه. فدلوقتي بقى ايه مش هننشر ولا حاجه. فالفكره جاتني ان انا غسلته وسبته بقى في المصفى لحد لما اتصفى، وبعدين خدته بمصفته كده ورشيت عليه رشة ملح بسيطة، ودخلته في الفرن البوتاجاز في الرف اللي في النص، وبكون مولعة الفرن من تحت بس بينشف معايا وبيطلع بقى بالشكل ده. ونعمله كتسلية كده، نقعد نستنى بيه احنا والعيال بالليل. بس لو اللب عندك فاضي مسكتيه لقيتيه ناشف كده خالص ومش مليان، فخسارة بقى ان انتي تعمليه فرميه من البداية. انما لو في لب بقى زي كده فنعمله ونتسلى بيه، وهيعمل معاك حبة لب حلوين. وده كده اللب اللي احنا عملناه من قرعاية بتاعتنا النهاردة، فنستفاد كل حاجة تكون موجودة فيها. شايفين ما شاء الله عمل كمية حلوة، وبجد بقى طعمه حلو جدا. وكمان بيفكرنا بقى بحاجات زمان وأيام زمان. ده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. عملت معاكم صينية قرع عسلي، وعملنا المهلبية بشاميل، وعملنا اللب. واتمنى تكونوا استفدتوا، اتمنى تجربوه ان شاء الله. وهو برضو القرع العسلي بيبقى متوفر على طول دلوقتي في الاسواق، وهتلاقيه عن الفكهانية. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.